فهنبدا مع الشاعر الكبير سجال مصر الكبير الشاعر عبد الشكور درار. السلام عليكم ورحمة الله. والله أنا سعيد إني باجي هنا عند الناس الطيبين دول. ربنا يبارك فيك، بس أنا مش عمود نور ولا حاجة. حاجة بعنوان خماسيات. الوقت غرب لأبونا من هز غرباله، لقانا فينا نفس برق وخد باله، وراح مغلس قوي وشنقنا بحباله، واحنا اللي فينا يا حسرة حبة حلاوة روح، خلانا نفطس وناسه عالجثث باله. حلف يمين على الظروف ما نشوف رخا منها، قالت وريحة الجثث هيفوح العفن منها، قفل عليها البيبان بايديه وطمنها. في شخص كان فيه نفس صرخ وقال ده ظلم، هاتولنا حتة قماش نعمل كفن منها. الوقت قال طنشني يا ظروف سيبك منهم، كل القبور اتملت واللي احنا دفنينهم، قالوا لي ما يجوش هنا بالعربي رافضينهم. راح اجيب لهم بنزين على غاز وهتك ولعتي واحرق جميع الجثث وهبعدك عنهم. شوف تلاقيها مغمضة مش ميتة زيهم، نفشت شعورها ودعت على الغم، دعت من الغم على أمهم. مالك يا وقت السبب قاسي قصف عمرهم، إلهي تعمى بعينيك دول فقراء حالهم طيب، طب ما انت جواك ناس في العز غرقتهم. اشمعنى دول بالذات يا وقت يا مفتري، هل حد من الأراضيش تقدر عليه تفتري؟ الوقت قال للظروف روحي عليها انطري، حبة هموم تنكتم وتموت بسكتة قلب، ويقول لها موتي بقى على ايه بتتنحرري. قالت الظروف للوقت لا يا اخويا انا هنكسف، كل الجثث بلابوس وعريانين للأسف. روح انت روح قول لها وشم ريحة القرف، في مصيبة ورطتني وانت اللي وزتني، احرق لهم دمهم وعمرهم ينقصف وعجبي. المقدمة الأولانية كانت تنفع الحاج إسماعيل يقولها، جميلة بصراحة. ربنا يديله الصحة وطول العمر. هو جميل. ربنا يديله الصحة وطول العمر. ربنا يديله حاجة بقى كده يعني برضه بدل النكد والبتاع دي نقول حاجة بعنوان يا سوابق. بقول كلمني واحد في التليفون وانا كنت عند الكتابي، سألني قال لي انت فين؟ فهمت انه امنجي، رديت عليه فورا وقلت انا في القرافة يا فندي. قال لي قولك ريحته فايحة، جاي يا اخويا لحد عندي، ده انا سامع طشطشات وصوت تخبيط للسياخ، انت شكلك جوه ورشة فيها كفتة او فراخ، وانت متسجل خطر، ليك سوابق مقرفة كلها في الفيش بتاعك، راح تجيب لك اريافة. اتظبطت في شهر 1 وانت جايب لحمة بقري، واتظبطت في شهر 5
وانت جايب كبده تغري، واتظبطت في شهر 9 وانت جايب كيلو كرشه كان معاها رجل جملي، كرشه ليها ريحه وحشه. لو ظبطتك وانت جايب كفته يقرع او كوارع هفقعك محضر تعاطي، في العقاب راح يبقى لاذع. تهمتك هتكون تلبس وانت جاي وانت حايز ممنوعات، بالاضافه ان انت مدمن يعني غاوي البلبعات. هبقى اروح قطع المكالمه، قلت جايز حد حائد عينه صفرا بينقرني غله مني في قلبه قايد، عينه صفرا بينقرني غله مني في قلبه قايد. فجأة واحد مد ايده راح قفشني من دراعي جنب ودني همس وقال لي اللواء مالوش داعي، ده انا واقف خلف منك وبعينيا يشيك لمحك، قافش الكفته بايديك هنصادرها مش هسامحك. التفت لوشه فجأة التقيته راكبه جني، حط في ايديا الكلبش والكفته خدها غصب عني، اتاريه كان بيراقبني وبخباثه خبطني مقلب، والجريمه ثبتت علي جنب منه وقفت بندب. جيت اروحه قال لي حيلك بالطبنجه زغدني زغده ينضرب منه فزعني وانا قافش في المخده، ينضرب منه فزعني وانا قافش في المخده. شكرا. يا كابوس. عشان ابويا لا الخط ضرب لما شبه عشان خاطر ابويا الغالي ده الراجل ده طبعا انت عارف فن المدلوت، انا ما يعني بتعلم فيه لسه. يعني بقول ايه فن المدلوت، بقول نفوسنا راحت لمللها، الضيق سكنها وململها، والهم جاب كاس ومللها. وقتيه يا ناس نهدى ونروق، وقتيه يا ناس نهدى ونروق. الدنيا غادت بغلاها، دمانا في عروقنا غلاها، وقات نفوسنا غلاها. وقتيه يا ناس نهدى ونروق. الوقت عاند ولوينا، في عيشتنا زود بلاوينا، والهم دردك علوينا. وقته يا ناس نهدى ونروق. يا ابو البلاوي المولى بلاك، والهم قال للفرح بلاك، ده الناس في دقيقة ومش قبلاك. وقته يا ناس نهدى ونروق. يا وقت غلطة روق واصفى، لا علاج يفيدك ولا وصفة، وما شفنا فيك مخاليق نصفة. وقته يا ناس نهدى ونروق. الهم جاب البلا لينا، الهم جاب البلا لينا، ونفخنا نفخة بلا لينا، وزاد في ميله بلا لينا. وقته يا ناس نهدى ونروق. وشكرا عشان غني. شكرا للشاعر الكبير عبد الشكور درار.